السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو أديب بعد تعادل منتخب مصر أمام غينيا بيساو، ويسخر من حسام حسن. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو وكمان تعطير فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد تعادل المنتخب المصري أمام منتخب غينيا بيساو بهدف لهدف، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته ب10 نقاط. فقد صرح عمرو أديب بعد انتهاء هذه المباراة وقال: يا جماعة، هو مفيش مدرب لمنتخب مصر يقدر يفوز برا أرضنا ولا إيه؟ كل مرة نفس الحكاية. هو في إيه يا عم حسام يا حسن؟ تشكيلك غلط في غلط وتغييراتك أغرب من الخيال. كمان أنت في إيه يا عم حسام؟ أنت إزاي ما تبدأش بإمام عاشور كمان عمر كمال عبد الواحد؟ ده أنت حتى ما غيرتش محمد هاني، ما نزلتش عمر كمال ولعبت بزيزو باك يمين. بصراحة أول مرة في حياتي أشوف زيزو بيلعب باك يمين. حسام حسن النهارده كان بيألف وبيخرف كمان، وحسام جاب اخره الماتش وقال: لا، انا خلاص ما عدتش قادر ولازم افرض عضلاتي على محمد صلاح كمان واقوم اغير محمد صلاح. محمد صلاح عمل ايه؟ قال له: لا يا عم، لا يا باشا، انت تغير اي حد الا انا، ده انا محمد صلاح. انت نسيت نفسك ولا ايه يا حسام يا حسن؟ عشان انا جيت وتصورت معاك صورتين هتقدر تغيرني؟ لا. صلاح قال له: لا والله ما انا طالع على جثتي لو طلعت. عمل ايه بقى حسام حسن؟ جاب ورا على طول وما قدرش يغير محمد صلاح. انا مش مرتاح خالص لحسام حسن في المنتخب، وشكلنا داخلين على مصايب سودة. ده احنا تعادلنا مع غينيا بيساو يا جماعة. امال ده احنا لو جبنا الاهلي يروح يقابل غينيا بيساو والله كان هيكسبها باسكور كمان. وامام عاشور ليه ما يبدأش الماتش؟ نفسي اعرف، يعني هو في حد في مصر احسن من امام عاشور واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ ولا حسام حسن عايز يخسرنا وخلاص؟ اهو خسرنا نقطتين من فرقة ما نسمعش عنها في افريقيا. اما لما نروح نقابل بوركينا فاسو في بوركينا فاسو هناك هنعمل ايه؟ والله انا مع تغيير حسام حسن انه يمشي من دلوقتي. ونفسي نرجع كروش، والله كان راجل محترم ورزين وكان عامل كده تحس هيبة للمنتخب. اما حسام حسن شكله هيضيعنا خالص. وكمان المباراة ما كانش شكلها كويس في العموم، واللعيبة كمان تحس ان هم بالنسبة لهم التعادل دي حاجة كويسة قوي. تحس ان هم بيلعبوا مع فرقة معروفة ومسموعة، وهم بيلعبوا مع فرقة محدش عارف عنها. النقطتين دول في رقبة حسام حسن كنا نقدر ناخدهم النهاردة، بس تغييراته وبدايته للمباراة وطريقة لعبه كل ده ملوش اي لازمة. وكلام كمان كلامه بعد المباراة ان احنا كان لينا ركلة جزاء. هو احنا ليه نستنى نقول لينا ركلة جزاء ولا لا؟ ما كنا نخلص الماتش بتاعنا في اول 5 دقايق ولا حتى في الشوط الاول، بدل ما احنا يدخل فينا هدف وبعد كده احنا ندور على التعادل.